يا مساء الفل على كل عشاق التكتيك. لو سألت ابوك او جدك مين هو اشيك لاعب في الملعب هيقول لك فورا الليبرو فرانس بيكنباور او لوثر ماتيوس، اللاعب اللي بيلعب على نضيف، ما بيعرقلش حد وباشا ورا الدفاع. بس السؤال اللي محير جيل البلاي ستيشن دلوقتي هو المركز ده راح فين؟ النهارده هنشرح بالهداوه ليه مركز الليبرو انقرض. خلينا نشرح يعني ايه ليبرو اصلا. كلمة ليبرو بالإيطالي يعني الحر، ومع ظهور طريقة الكاتيناتشو الإيطالية كان الدفاع بيلعب مان تو مان، فكان لازم يكون في لاعب قشاش وظيفته إنه واقف وراهم، لو حد غلط هو يلم وراه، هو اللي بيقرا اللعب وبيغطي المساحات، ولما بيبقى معاه الكورة بيبقى هو صانع الألعاب المتأخر. لكن السؤال هو ليه المركز ده اختفى؟ بص يا سيدي، في 3 أسباب خلت الليبرو عبء مش ميزة. السبب الأول مصيدة التسلل. زمان ما كانش فيه قانون تسلل صارم زي دلوقتي. الليبرو بوقوفه ورا المدافعين كان بيكسر التسلل لأي حد. دلوقتي الدفاع كله بيمشي على خط واحد بالمسطرة. لو نزلت ليبرو وراهم انت كده بتدي هدية للمهاجم يتحرك براحته وكمان يبقى في وضع سليم 100%. تاني سبب الضغط العالي. دلوقتي الفرق بتضغط من قدام منطقة جزاء المنافس، ما بقاش فيه رفاهية ان لاعب يقف يستنى الكورة تجيله ورا. اللعب بقى سريع جدا والمساحات بقت تتقاس بالسنتيمتر. الليبرو بيزود المساحات اللي موجودة بين خطوط الفريق، وده بيخلي فريقك في الغالب مكشوف خصوصا في نص الملعب. تالت حاجة ظهور المدافع الكوير. زمان كان المدافعين جزارين وظيفتهم يشتتوا الكورة وبس، فكنا محتاجين ليبرو حريف يطلع بالكورة. دلوقتي المدافعين زي فان دايك أو روبن دياز هم أصلا ليبرو في جسم مساكين، بيعرفوا يمرروا ويوزعوا لعب كويس. بس هنا في سؤال مهم، هو فعلا المركز ده مات وانتهى؟ الحقيقة ان المركز ما ماتش، هو اتحول لحاجتين مهمين. اول حاجة الحارس الليبرو زي نوير وإيدرسون بقوا هم اللي بيقوموا بدور القشاش ورا الدفاع. تاني حاجة لاعب الارتكاز، لعيبة زي رودري او بوسكيتس قبل كده بينزلوا بين المساكين وقت الهجمة علشان يبقوا هم الليبرو، بس من قدام الدفاع مش من ورا. في الاخر الكورة بتتطور، والمراكز اللي كانت مقدسة زمان بقت دلوقتي ذكريات في كتب التاريخ. الليبرو كان شياكة كرة القدم، بس سرعة اللعب دلوقتي محتاجة محاربين مش بشوات. قول لي من وجهة نظرك، تفتكر الكورة ممكن ترجع الليبرو تاني في المستقبل بشكل جديد؟ وهل في مدافع دلوقتي تحسه ليبرو تايه في الزمن ده؟ مستني رأيكم في الكومنتات، وما تنساش متابعة لايك وشير عشان يوصل لك كل جديد. سلام.